انا عايزه اقول حاجه صغيره جدا بخصوص مسلسل اب ولكن. هل كل الرجاله ادهم؟ هل كل الستات نبيله؟ لا. طيب المسلسل الحقيقه واخد خط مش احسن حاجه، وفيه هجوم شرس جدا عليه على السوشيال ميديا، عشان سوري يعني ادهم ده مطلع فكره الراجل وفكره الرؤيه ان راجل ما بيغلطش وراجل زي الفل وزي العسل. والحقيقه انا اسفه جدا ان لو كان ادهم النموذج الموجود في الحقيقه والواقع ما كانش يبقى فيه محكمه اسره. الراجل المحترم هو اللي بينفصل ويصرف على اولاده بما يرضي الله. ده المفروض يحصل. يعني ولا نبيله دي بريئه ولا ادهم ده بريء، الاتنين دول يعني لو الواحد في حكم الاتنين يتحاكموا، لان في الاخر بيطلع طفل مريض نفسيا. الام بتقعد تشحن الطفل ان ابوك ده وحش، والاب بيقعد يشحن الطفل ان الام دي وحشه. في النهايه الطفل ده بيطلع عنده مشاكل نفسيه خطيره جدا. في النهايه مسلسل اب ولكن لحد دلوقتي اتمنى ان الحلقات اللي جايه تبقى افضل، تصلح اللي بيغلط فيه. يعني انا يعني مش متخيله المسلسل، ما كنتش متخيله ان المسلسل هيبقى دي معالجته للقضيه. انا كنت متخيله انه هيعالج فكره الرؤيه من خلال اب وام واعيين عشان خاطر الناس تخلي بالها. لكن الحقيقه اللي بيحصل في المسلسل اب ولكن من اول حلقه الحقيقه مش حلو خالص، وعشان كده فيه هجوم شرس جدا على المسلسل اب ولكن. المسلسل موجود على MBC. شاهد. سلام.